يلا هاتوا لي كل الاجهزه بتاعتكم، يلا خلاص هنمسح روبلوكس. مش لازم نمنع فجأة، هقول لكم على خطوات مهمة جدا تقدروا انتوا تعملوها عشان نحمي ولادنا من الالعاب اللي زي الروبوتس وغيرها. بس اول حاجة احفظوا الفيديو دوت لان اكيد هتحتاجوه. اول حاجة نعملها ان احنا نقفل الشات من البيرنت كنترول اللي موجود في اللعبة، وبعدين نقدر ان احنا نتحكم في الوقت اللي ولادنا بيلعبوا فيه اللعبة دي، وكمان نتحكم في كمية الفلوس اللي هم بيلعبوها. ومن وجهة نظري ان كفاية جدا نص ساعة في اليوم. نقدر كمان ان احنا نعمل بيرنت اكونت ونربطه باللعبه بتاعت روبلوكس. بس في نقطه مهمه جدا، ان روبلوكس ما بتديش ريستريكشنز عاليه للبيرنتس للاطفال اللي اكتر من 9 سنين. يعني انت طول ما ابنك اقل من 9 سنين هتقدر ان انت تحط كنترول عالي. من 9 ل 12 الكنترول بيقل، ومن 13 ل 18 تقريبا الكنترول بيقل جدا. ده بيوصلنا ان احنا لازم نتكلم مع اولادنا عن خطوره اللعبه دي عشان كمان يطمنوا ويجوا يحكوا لنا لما تبقى في حاجه مضايقاهم. الالعاب مش هي العدو، لكن ان احنا نهمل الموضوع هو دوت العدو الحقيقي. تابعونا وبعد الفيديو ده لكل اب وام.